السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة. اليوم غادي نتكلم على الزلزال اللي ضرب المغرب، تاريخ ديال الزلازل، سبب وقوع زلزال الحوس. ما تنساوش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. اولا، تاريخ الزلازل بالمغرب. تاريخ الزلازل كان من عند سيدنا آدم، ولكن هناك عدة زلازل مدمرة سجلها المغرب، مثل زلزال حسيمة سنة 2004 اللي ضرب قوة 6 على سلم رخصر وخلف أكثر من 631 قتيل و926 جريح. ثانيا، زلزال أكادير سنة 1960 بالقوة اللي سجلها 5.8 على سلم رخصر، والذي كان فيه خسائر بشرية كثيرة، خلف أكثر من 15,000 قتيل و12,000 جريح. أما زلزال الحوس اللي كتسابر حاليا هو الأقوى في تاريخ المغرب المعاصر والحديث، بقوة 6.8 أو 7 على سلم رخصر، وخلف أكثر من 2000 قتيل وأكثر من 5000 جريح. في هذه الصورة كما كتشوفوا الآن الزلازل التي ضربت المغرب على مر العصور والتي تم تسجيلها. ثانيا، سبب زلزال الحوس. الأرض كتكون من عدة صفائح تكتونية. في ليلة الجمعة الماضية وقع واحد التحرك بين الصفيحة الإفريقية والأوراسية، مما أدى انقسام الصخور وتكوين صدى أو صوت الذي يسمى بالزلزال. ولكن ما حير العلماء هو مكان البؤرة، حيتاش ما كاينش في المكان اللي كيوقعوا فيه الزلازل، لأن دائما الزلازل كتوقع في المنطقة التي يلتقي فيها الصفائح التكتونية، مثل زلزال تركيا وروسيا. فقط تلك المنطقة التي ضرب فيها فهي عبارة عن التقاء بين الصفيحة الآسيوية والصفيحة الأوراسية، وتلك التصادم أدى إلى ذلك الزلزال المضرب، الزلزال المدمر الذي ضرب ب7.8 على سلم رخصر. أما هذا الزلزال الذي ضرب المغرب وخصوصا في منطقة الحوس، هذا الزلزال لم يكن أبدا في المكان المتوقع. أما أخيرا، أود أن أشكر هذا الشعب المغربي العظيم الذي أنا أفتخر أنني مغربي الأصول، على هذا التضامن الذي قاموا به، الذي جعل العالم أجمع يصفق ويقف احتراما لهذا الشعب العظيم الذي عبروا عن تضامنهم من أول لحظة. رأينا بعض الفيديوهات المثيرة لأطفال صغار، أناس كبار يتبرعون بما لديهم وما لا لديهم. أخيرا أود أن أقول الله ينصر سيدنا ملكنا الواحد محمد السادس، ويبقى شعارنا دائما الله الوطن الملك.